أهلا بيكم في قناة صوت الترند، وهنقول لكم على كل الترندات اللي شغالة دلوقتي، من الأخبار المحلية لآخر أخبار الفنانين والمشاهير. خليكم معانا عشان توصلكم كل التفاصيل أول بأول، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ. القبض على الرئيسة بوسي الأسد عمل لخبطة كبيرة عند الناس. في ناس افتكرت إنها نفس بوسي التانية المحترمة اللي بترقص مع الساحر، لكن الحقيقة إن الاتنين مختلفين، رغم إن في شبه بينهم، خصوصاً في الحتة اللي الكل مركز معاها. بوسي الأسد هي اللي اتقبض عليها، أما بوسي التانية لسه برا. والحمد لله إن واحدة بس اتحبست والتانية لأ، لأن لو الاتنين اتحبسوا مع بعض كان زمان في حالة حداد عند أصحاب الصابونة. من وقت القبض على بوسي الأسد السوشيال ميديا اتلخبطت، الناس بتحط صورة دي مكان دي ومش عارفين يفرقوا بينهم، وده معناه إن اللي بيتفرج عليهم مش مركز في الوش أصلاً، كله بيبص في نفس المنطقة اللي فيها التشابه. طيب، بعد ما بوسي الأسد اتحبست، ممكن بوسي التانية تاخد مكانها، ويمكن حتى تاخد هدومها. غالبا نفس المقاس مش هيختلفوا كتير، مع إن بصراحة بوسي الأسد صعب أي واحدة تملى مكانها لوحدها. المفاجأة إن شكل بوسي الأسد اتغير خالص بعد القبض عليها. قبل القبض حاجة وبعد القبض حاجة تانية، كأنها عملت دايت سريع في ساعتين. لكن الحقيقة إن التفسير واضح، اتقبض عليها بتهمة خدش حياء الأسرة، يعني السيليكون خد براءة وهي اللي دخلت الحبس. السيليكون فضل في البيت وهي راحت القسم. الأحراز اللي اتصدرت معاها كانت غريبة، 3 باروكات. طب ليه يا فنانة؟ اللي بيتفرج مش فارق معاه الشعر أشقر ولا أسود ولا أحمر، الموضوع كله في حتة تانية. كمان لقوا معاها 4 موبايلات، مش عشان غسيل أموال، لكن عشان موبايل واحد مش قادر يستوعب كل المواهب. ولقوا فلوس كتير متنطورة، يمكن كانت بتحط الفلوس في أماكن معينة لدرجة إنها عملت انتفاخ، ولما الفلوس خرجت حصل الانكماش. ومن ضمن الأحراز باسبور. طب يا ترى يا بوسي كنتي بتسافري على أي طيارة ممكن تخبي أي حاجة وانتي نازلة من غير ما حد ياخد باله؟ وكمان لقوا معاها إزازة خمرة، الغريب إنها كانت بتشرب. ده خطر جدا، لأن لو سكرت وقعت على حد خلاص الله يرحمه. في التحقيقات بوسي قالت إنها جالها عروض من دول كتير لممارسة السيكو سيكو، وكانت بتسافر الإمارات وتقول للناس إنها هناك شغالة خياطة، واضح إنها بتخيط على طريقتها. وقالت إنها عمرها 25 سنة، بس السيليكون لوحده عنده 45 سنة، يعني الفرق كبير بين الشكل والحقيقة. وفي الآخر بوسي اعترفت إنها سنجل، وغالباً هتفضل كده، لأن أي راجل يدخل حياتها لازم يكون عايش في فيلا كبيرة عشان يلاقي مكان للمساحات كلها. إيه خلاصة؟ إحنا بيضحك علينا كل يوم بالفلاتر والمؤثرات، اللي نشوفه على السوشيال ميديا مش هو الواقع. يعني يا شباب بلاش تضيعوا وقتكم وصحتكم وفلوسكم على أوهام بلاستيك. وفي الآخر ما تنسوش اللايك والشير والكومنت والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك وفعل الجرس. صوت الترند دائما يوصل لك الصورة كاملة.